اخواتي وحبايبي في الله، انا معلش ان كنت هنزلكم حالة بنتي وصور بشعة يعني حالة بنتي، بس انا مضطر يعني ان انا اوريكم الحالة على الطبيعة، وعشان في ناس كتير ما مصدقاش حالتي ولا حالة عيالي، انه بنتي انا تعبانة ومكبوب عليها المية ودعكاها خالص. وبرضك في ناس كتير ما مصدقاش ان انا معايا ولدي تعبان ومحتاج جلسات بالاكسجين وعلاج على طول. فأنا والله طلعت عليكم وبعرض لكم جميع ما يثبت كلامي، فأنا اللي عشمان من ربنا إنكم أنتوا تدعموني وتقفوا جنبي وجنب بنتي وجنب ولدي. ده كل اللي طالبه منكم يا أهل الخير، وربنا سبحانه وتعالى بيقول ما دام العبد في عون أخيه كان الله في عون العبد. فأنا كل اللي طالبه منكم إنكم تقفوا جنبي أنا وعيالي وتدعموني، وزي ما أنتوا شايفين حالة بنتي والله العظيم يعلم ربنا زي ما أنتوا شايفينها قدامكم بالظبط. يعني والله يعلم ربنا الواحد لولا الحوجي ولولا الواحد ما بيقدرش، يعني انا ما معيش حاجه اقدر اشتغلها غير ان انا ابقى سوق توك توك. فانا ما لو اقدر اشتغل واقدر اسافر واقدر اجيب اطلع باليوميه والله ما هطلع ولا مد يدي لحد. فانا متعشم في ربنا سبحانه وتعالى ومتعشم فيكم انتم اهل الخير، كم تقفوا جنبينا وتدعموني لله. انا كل اللي طالبه منكم تدعمونا لله، وزي ما انتم شايفين حالتنا وحالة عيالي والله العظيم. واي حد عايز يجي بنفسه في البيئة وعايز يتواصل معاي واديله العنوان ويجي بنفسه ويشوف الحالي على الطبيعة حالتي وحالة عيالي، انا ما عندي اي مانع. في اي وقت اي حد يرن علي اديله العنوان بالتفصيل ويجي في البيت، واللي عايز يجي يصور معاي انا مستعد، اللي محتاج اي اثبات انا مستعد. وانا سلمت امري لربنا ثم ليكم يا اهل الخير، وانا عشمان في كرم ربنا كبير يعني، ثم فيكم انتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.